السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ساعات الإنسان بتضيق عليه الدنيا وبتقل حيلته وبيحس إن هو منسي ومش قادر على المقاومة ولا قادر على السعي في سبيل إنه يهرب من الفقر، وكل ده من وساوس الشيطان. هي اللي بتصور للإنسان إن هو منسي، كأن ربنا سبحانه وتعالى خلقه ونساه. طبعا استغفر الله العظيم. وممكن من خوف الإنسان على من يعول يخليه يتصرف بشكل خاطئ، زي القصة اللي معانا النهاردة. واحد اسمه يوسف قتل مراته، خنقها لحد ما ماتت، وحاول يموت ابنه الصغير بالمقص، بس الولد قعد يعيط ويصرخ فصعب عليه وخنقه لحد ما مات، وخلص على بقية اخواته بنفس الطريقة. وبيقول ان مراته كانت ست طيبة ومحترمة وكانت بتحبه، وعلشان كده هو مش قادر يعيش من غيرهم، فقرر انه ينتحر علشان يحصلهم. طب ايه اللي خلاه يعمل كده؟ اللي خلاه يعمل كده هو الفقر، لانه انسان فقير بيشتغل عامل ومش قادر يكفي احتياجات أسرته، فقرر انه يموتهم علشان يخلصهم من الدنيا وما يتعذبوش من الفقر. تفسير غريب للي عمله، لكن أنا ولا أي حد يقدر يحس بالظروف اللي مرت على الراجل ده. لكن مش معنى كده إن الموت يكون هو الحل. الفكرة عاملة زي القطة اللي أكلت عيالها من خوفها عليهم. علشان كده المفروض ان الانسان يلجأ لربنا في كل اموره، ويعرف انها مهما ضاقت هتفرج، لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش حد وينساه. ده بيرزق الدودة في بطن الارض وبيرزق الطير في السماء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. يعني ما تقتلوش أولادكم عشان خايفين إن انتم ما تعرفوش تأكلوهم ولا تشربوهم، لأن الرزق ده بتاع ربنا وحده، وطبعا بيسبب له الأسباب. يوسف صاحب القصة اللي معانا النهاردة بيتهم أبوه إن هو السبب اللي خلاه يقتل مراته وأولاده، لأن هو اللي خلاه يطلع فقير، لأن أبوه ما قدرش يعمل له حاجة، فطلع عامل بسيط بيشتغل بأجرة بسيطة ما بتكفيش احتياجات أسرته. وطبعا الكلام ده غلط، لأن مش معنى إن أبويا يكون إنسان فقير وبسيط إن أنا هطلع زيه. وياما ناس أغنياء كتير بدأوا حياتهم من الصفر، بتشغيل الدماغ واستمرار السعي والاعتماد على ربنا والتوكل عليه. ولو كل واحد حس بالعجز وقلة الحيلة وضاقت عليه دنيته قرر انه يموت أسرته، محدش هيفضل على وش الدنيا، لأن أغلبية الناس دلوقتي ظروفها صعبة بسبب الأزمات الاقتصادية اللي بنمر بيها. يعني الطبقة المتوسطة شبه اتعدمت، ومبقاش موجود غير الغني والفقير. وللأسف الشيطان بيستغل ده وبيلعب في دماغ الناس وبيقنعهم ان مشاكلهم دي مش هتتحل إلا بالموت. الموت هو الحل، زي ما حصل مع يوسف. علشان كده لازم نلجأ لربنا علشان نبعد وساوس الشيطان دي عننا، وعلشان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده ونرجع لبعض تاني. أنا هلا بصور حالي اسمي يوسف كوارع. كل أخواتي عم بيشهدوا، كلهم عم بيشهدوا، كلهم عم بيشهدوا. أنا زلمة عشت بالحلال بعرق جبيني، شنقت مرتي شنق أحسن. جبت مقص أقتل ابني علي، يمين صار يجاني قلبي كتير. بقى الشنق علقت على الحبل، ترفج طلعت لبرا لبين ما طالعت روحها. بس حاولت ابني يعني أشكه بالمقص، عذبني وصار يبكي، لذلك خنقته خنق. ومرتي شنقتي، والله عبد وأماني لا شنقن. علي شفت قلت لكم انه ضربته بالمقص، وجعني قلبي عليه، شنق احسن. خنقته هيك الله كاتب لموته، وانا شنق ان شاء الله ليحقن، لان زلمه ما بحسن. صحيح اخذت زوجتي اخبر مني صدق الله وفيه، وفيه بتحبني وبتحترمني وبحبها وبحترمها، لذلك هن راحوا وراي انا هلا الحقهم، ما بحسن اعيش من دونهم. ربايا روح، انا زلمه الموت احسن لي، ما مد ايدي للحرام احسن ما اشحد. الموت احسن لي. صعيش انا وقتلت عيلتي عالجنة على النار الله اعلم. وصيتي اندفن جم امي وبقبر جم ولادي. اذا بصير انا ولادي بقبر واحد، اذا ما بصير
نندفن جنب بعضنا يعني، لأني حتى بالقبر بريدهم جنبي، بس قتلتهم وراي أقتل حالي عشان ما يتعذبوا بالحياة، عشان ما يتعذبوا معي، يتعذبوا بالحياة الظالمة، حياة ظالمة ما بينعاش فيها، حياة ظالمة. صار يتصدق الكذاب ويتكذب الصادق، صار يرافقوا اللي بياكل حرام وما يرافقوا اللي بجيب لقمته بالحلال. ليش؟ لأني فقير، لأني بياكل حرام زنكيل. بس الله ده يحاسبكم كلكم، كل واحد أكل حرام، كل واحد شحات، كله الله ده يحاسبه. قلتلكن ما قلتلكن ما بتذكر، كلها بسبب الأب بترجع هالشغلة. يعني مو إنه لأن 7 كان عشان الحرام، لا، هدول كل واحد مسؤول، هن بسووا بإيدن، بس إنه المسؤول على موتي موت ولادي أبوي. ليش؟ جابني على الفقر، على الذل، على الإهانات، على الشغل عامل، على الذل، أموت 1000 موتة، وإيش شو؟ على الفاضي. مالي حظ بالحلال، مالي حظ. نصيحة لكل واحد فقير ماله قدرة الجيزة وقدرة الولاد يربيهم أحسن ترباية، وما يحتاج حدا يتدين ويجيب لقمته بالحلال. إذا ما استطاع يجيب لقمته بالحلال طول عمره، عرفت علي شلون؟ يتجوز ويخلف الولاد. بس إذا ماله حظ وعامل، لا يتجوز ولا يخلف ولاد، لأن إذا تعذب الولاد معك تتعذب عيلتك معك. عرفت علي شلون؟ ما حدا يبرك أنا أموت يحكي من وراي يقول يوسف هالزلمة ما خرجوا بيت وما خرجوا شي. لا، بالعكس تماما. صار لي 17 سنة بشتغل، صار لي متجوز شي 8 سنين يعني، وفاتح بيت لحالي وبارك، عم بقدم لعيلتي بعرق جبيني، مال حلال من عرق هالزنداد، بس مالي حظ. هقول تاني إن الموت مش هو الحل للخلاص من الأزمات والمشاكل، ثم إن القتل والانتحار ذنب كبير، وهو بيقول إنه هو مش قادر يعيش من غيرهم فقرر إنه ينتحر علشان يحصلهم، بس مش عارف إذا كان هيدخل على الجنة ولا على النار. مهما كان خوفه على أسرته فهو في الأول والآخر قتلهم، فإزاي هيروح على الجنة؟ ثم ان هو كمان انتحر، والانتحار ذنب كبير، وبعض اهل العلم قالوا ان المنتحر في النار لانه استعجل امر ربنا، لان الموت والحياة بتوع ربنا وحده. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم. اما بالنسبة ليوسف فهو في ذمة الله، ان شاء عذبه وان شاء رحمه. ما تنسوش ان دعمكم دايما بيفرق، باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. حلقة النهاردة خلصت، بس لسه الحلقات جاية كتير، استنوني في حلقة تانية جاية. شكرا ومع ألف سلامة.